السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم ملك الذوق من منتديات إحساس ليل. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم درس عن طريقة كيفية إظهار اللون من الصورة. هذه طريقة بسيطة جدا وسهلة، لا تحتاج إلى أي برنامج ولا أي فلتر ولا أي شيء. أول شيء نروح نختار الصورة اللي راح نشتغل عليها. هذه الصورة اللي راح نشتغل عليها. نفك القفل بدبل كليك ثم نختار موافق. والآن راح نكرر الصورة. وعشان نكرر الصورة في عدة طرق، وأنا راح أشرح لكم طريقتين. الطريقة الأولى وهي سحب الصورة على هذا اللاير ثم الإفلات، راح تتكرر معنا الصورة. أما الطريقة الثانية فهي من الكيبورد بالضغط على كنترول والحرف جي، وراح ظهرت معنا الصورة المكررة. الآن راح نخلي هذه الصورة باللون الأبيض والأسود. عشان نخلي الصورة أبيض وأسود في كمان عدة طرق، وأنا راح أشرح لكم طريقتين. الطريقة الأولى الذهاب إلى صورة ثم إعدادات، ومن ثم نذهب إلى أسود وأبيض، وتظهر لنا هذه النافذة ونختار موافق. هذه الصورة أبيض وأسود. أما الطريقة الثانية راح نضغط كنترول والحرف او، ونختار من هذه النافذة الصبغة نخليها 0، تشبع -100، والإضاءة نخليها -3. أوكي. والآن نختار أداة الممحاة ونروح نمسح الجزء الذي نريد أن تظهر به الصورة. نجي على هذا الجزء ونمسح شوي شوي عشان ما نخرج على الإطار. هاك شوي شوي عشان ما نخرج على الإطار. والآن نجي ونكبر حجم الممحاة هيك. وإذا كنت تريد أن تظهر أجزاء أخرى من الصورة، ما عليك إلا أن تمرر الممحاة مع رعاية عدم الخروج على الإطار. وبالنهاية راح تظهر لنا هذه النتيجة الرائعة جدا. شكرا لكم على حسن الانتباه. كان معكم أخوكم ملك الذوق من منتديات إحساس ليل. أرجو المشاركة في قناتي مع لايك لدعم القناة ولدعمي. شكرا لكم، وإلى درس قادم إن شاء الله.